تعالى اقول لك على احلى تتبيله تشوي بيها اللحمه في العيد. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده كتف ضاني، هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وتتبيله اكتر من رائعه. شايفين؟ بصوا اللحم دايب بجد ومستوي وطعمه كان حلو جدا. التتبيله اللي احنا عملناها للكتف ده ودت كده طعمه في حته تانية خالص. بصوا يا جماعه اللحم حلوه جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا بينا نشوف عملنا التتبيله الحلوه دي ازاي. عندي كتف كده حوالي 2 كيلو، ده كتف ضاني صغنن شويه. هبدا كده، طبعا انا غسلاه ومصفياه من الميه كويس جدا، نشفته كده كمان بمناديل كويس جدا. هبدا كده اجيب السكينه واعمل فتحات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنعمل فتحات كتير كده شويه عشان هندخل في الفتحات دي فصوص توم دلوقتي كده علشان تديله طعم حلو جدا. هبدا اعمل فتحات في كل الكتف بالشكل اللي احنا شايفينه. هنقلبه برضو على الناحيه التانيه ونبدا نعمل الفتحات برضو بالشكل ده. خلصنا كده كل الفتحات اللي احنا عملناها. هجيب بقى حوالي 10 او 12 كده فص من التوم. وهبدأ كده ادخل الفصوص بتاعة التوم دي جوه الفتحات اللي احنا شايفينها بالشكل ده علشان تدي طعم حلو كده وتشيل طعم الطعم اللي بيبقى في اللحمة الضاني. شايفين؟ انا هحشي كده الكتف كله بالثوم بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. حلو جدا بجد. عايزه اقول لكم التتبيله كان طعمها حلو جدا. ممكن بقى تحفظوها عندكم علشان تعملوا بيها اللحمه المشويه في العيد. تبلت كده الكتف بتاعي وسبته دلوقتي على جنب. جبت ميه بصل وجبت كمان معلقتين كبار من دبس الرمان، معلقتين كبار من الصويا صوص. هبدا اضيف عليهم معلقه كبيره من الخل، وكمان هضيف ملح وبابريكا وكركم وفلفل اسود. عندي كمان رشه كده حلوه من الزعتر، معلقتين كبار من العسل الابيض. هقلب بقى كل التتبيله الحلوه دي مع بعضها كويس جدا، وبجد مش قادره اقول لكم التتبيله دي عملت ايه في طعم الكتف الحلو ده. هنزل بقى كده بالتتبيله على الكتف، وهنبدا بقى هنا ندلك كده اللحم مع التتبيله كويس جدا. وهندخل كمان التتبيله جوه اللحم كده زي ما احنا شايفين. شايفين؟ خطير حلو جدا يا جماعه. قلبت كويس جدا، وبعدين جبت حوالي 3 معالق كبار من الزيت ونزلت بيهم برضو كده على الكتف وقلبناه تقلبتين. وهنبدا بقى نغطيه كويس جدا وندخله التلاجة. ويا ريت بقى ندخله التلاجة كده مش اقل من 4 ساعات او من بالليل للصبح. جبت بقى كده كيس حراري اللي هو الاكياس الكبيره شويه، بطنته كده برشه من الدقيق ونزلت كده بالخضار. نزلت كده ببطاطس وجزر، ممكن تضيفوا الخضار اللي انتوا حابينه. هدخل بقى كمان الكتف كده بالشكل ده مع الخضار، وهنزل كمان بالتتبيله بتاعته فوقيه عشان يدي كده للخضار. التتبيله دي تدي كده للخضار طعم حلو جدا. خلاص كده هقلب بقى التتبيله كويس جدا مع الخضار زي ما احنا شايفين. وطبعا الفرن بتاعي هنا ساخن على درجه حراره 200. قفلت كده الكيس كويس جدا وحطيته كده في صينيه، وعملت فتحه صغيره قوي كده في الكيس بالشكل ده. خدت بقى الصينيه بتاعتي دخلتها كده الفرن، قعد ساعتين في الفرن. طلع بقى دايب ومستوي، والخضار كده شايفين خضار مشوي، وكان طعمه بجد رهيب. حلو جدا، احلى والذ تتبيله ممكن تعملوها للحاجات المشويه. شايفين؟ بجد خطير. اللحم دايب كده ومستوي، مش قادره اقول لكم بقى كان طعمه حلو قد ايه. جربوه وانا متاكده ان هو هيعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي الفيديو لايك وشير.